جمهور اتحاد جدة السعودي منافس النادي الاهلي المحتمل في كأس العالم جاب ورا بعد ما كان بيطمح ان هو يفوز على النادي الاهلي ويستعيد حق غريمه التقليدي نادي الهلال السعودي بعد ما تمت اهانته في كأس العالم للأندية في عام 2020 في دبي بنتيجة 4-0 مع الرأفة. ودي كانت بعض آراء من جمهور اتحاد جدة السعودي على منصات التواصل الاجتماعي ان اتحاد جدة السعودي يخسر بالشرف من اوكلاند سيتي 12 ديسمبر ولا ان يتم اهانته من النادي الاهلي 15 ديسمبر في حالة تفوق اتحاد جدة السعودي على اوكلاند سيتي كما حدث مع غريمه التقليدي واللي اتعملت عليه حفلة كروية واللي خسر من النادي الاهلي برباعيه طبعا من فتره قصيره جدا. ده ما كانش كلام جمهور اتحاد جده ولكن بعد النتائج السلبيه الاخيره في الدوري السعودي وكذلك دوري ابطال اسيا، ولكن بعد اصابه الفرنسي والجزائري كريم بنزيما وكذلك البرازيلي فيليبي تحول كلامهم وارائهم 180 درجه. بعد ما كانوا بيطمحوا ان هم يفوزوا على النادي الاهلي اصبح كل طموحهم ان هم يخسروا من اوكلاند سيتي بشرف تجنبا لمواجهه بعبع افريقيا وبعبع القاره باكملها النادي الاهلي المصري خوفا من اهانه نادي اتحاد جده كما حدث مع غريمه التقليدي. عايزك تتخيل معايا كده كمشجع للنادي الاهلي بغض النظر عن الصفقات اللي عملها اتحاد جده السعودي في الانتقالات الصيفيه الماضيه، تخيل كده ان اتحاد جده بيخسر من نادي ضامك، نادي ضعيف، نادي ملوش وجود في الدوري السعودي في اخر مباراه لعبها في دوري روشن بنتيجه 3-1 مع الرأفة. فتخيل معايا كده اوكلاند سيتي اللي هو اقوى من ضامك، كذلك النادي الاهلي اللي هو اقوى من اوكلاند سيتي واقوى من ضامك واقوى من الاتحاد، هيعمل ايه في الاتحاد؟ وكمان عايزك تتخيل معايا كده ان النادي الاهلي كان رايح يلعب الهلال السعودي اللي كسبه بنتيجه 4-0 مع الرأفة وكان رؤوف بيه في هذه المباراه واحترم تاريخه ان القيمه التسويقيه لنادي الهلال السعودي كانت ثلث اضعاف او 3 اضعاف القيمه التسويقيه للنادي الاهلي. الامور ما بتتحسبش بالصفقات او بالقيمه التسويقيه. قال لك انا كسبتك اخر مره بنتيجه 1-0 هدف محمد نور في كاس العالم للانديه بالجيل الذهبي عصام الحضري وائل جمعه ابو تريكه، ولكن الامور مش بتتحسب كده. لو جيت تراجع يعني اخر مباراه وخساره النادي الاهلي لان الهدف اللي احرزه محمد نور من غلطه دفاعيه او من غلطه من حارس مرمى النادي الاهلي عصام الحضري، ما تتحسبش بالمواجهات المباشره. احنا اخر مباراه لعبناها مع اتحاد جده من 20 عام، انت مدرك معايا؟ كذلك علشان نكون واقعيين النادي الاهلي ايضا مش في افضل حالاته، ولكن المشاكل اللي عند النادي الاهلي هي مشاكل نفسيه وكذلك في مركز وحيد وهي في خط الهجوم. انما عند نادي اتحاد جده عنده مشاكل نفسيه وفنيه وتكتيكيه. اي شيء يخص كره القدم عند نادي اتحاد جده السعودي من مشاكل هتلاقيه موجود، بيعاني بشكل كبير جدا. وانا كمشجع للنادي الاهلي اتمنى ان اتحاد جده يتخطى اوكلاند سيتي 12 ديسمبر مش خوفا من اوكلاند سيتي. اوكلاند سيتي انا كسبه السنه الماضيه، فريق ضعيف ايضا، ولكن انا اتمنى مواجهه الاتحاد بسبب جمهوره اللي بيتمنى ايضا مواجهه النادي الاهلي، وعلشان النادي الاهلي يرد جزء من اعتباره بسبب النتائج السلبيه اللي مش في صالح النادي الاهلي في السنين الماضيه. وطبعا جمهور النادي الاهلي قايم بالواجب واشترى تذاكر مباراه الاتحاد او اوكلاند سيتي قبل ما المباراه تتلعب باكثر من 3 شهور. يعني جمهور النادي الاهلي في المملكه العربيه السعوديه قايم بالواجب وهيحتل الثالثه شمال بالاتفاق مع اولتراس او جمهور اتحاد جده السعودي في تفاهم، في علاقه كويسه ما بين الجمهورين. ولكن لما تيجي تلعبني في كاس العالم للانديه الوضع يختلف، لان النادي الاهلي وجمهوره يتمنوا ان هم يحققوا انجاز تاريخي لم يحدث من قبل، وكذلك زي ما جمهور الاتحاد يتمنى ان هو يحقق كاس العالم للانديه. ان شاء الله تبقى مباراه قويه من العيار الثقيل لما طبعا الاتحاد يتخطى اوكلاند سيتي. انا بقى نتكلم في الموضوع الثاني وهو محمد عبد المنعم. ليه محمد عبد المنعم عايز يرحل عن النادي الاهلي ويلعب في الدوري السعودي او حتى يحترف ويمضي مع الشركه اللي ماضيه مع محمود حسن تريزيجيه يلعب في البريمير ليج لنادي مثلا استون فيلا زي ما عمل عمر خضر؟ وجود نجيب سويرز وشاركته في هذا النادي هيسهل بشكل كبير جدا وجود محمد عبد المنعم في نادي استون فيلا عن اي نادي في البريمير ليج. عايز اقول لك ان محمد عبد المنعم غير مقدر في النادي الاهلي، لازم يتم تعديل عقده علشان جمهور النادي الاهلي ما يظلمش اللاعب. واكبر دليل يعني ان محمد عبد المنعم من فتره قصيره كان منزل بوست على حسابه على الانستجرام ان هو ياما ضحى بالكثير وان مفيش حد بيقدر تعبه. وهنا بقى محمد عبد المنعم كان بيقصد حته العقد وتعديل عقده. هتقول لي ازاي لاعب بحجم محمد عبد المنعم اللاعب رقم 1 في منتخب مصر وكذلك النادي الاهلي ياخد هذا المبلغ؟ هتعرف ان اللاعب فعلا حقه ان هو يطلع ويمشي من النادي الاهلي ويشوف اي نادي اخر يقدره. اللاعب انت متخيل معايا فرط في الانتقالات الصيفيه الماضيه بعرض يتخطى 8 مليون دولار ومع النادي الاهلي ما بياخدش ربع المبلغ. انت مدرك معايا لو مكان اللاعب هتعمل ايه؟ يعني بغض النظر عن الانتماءات، ولكن الموضوع بيعتمد على التقديرات. بس كده، ودي كانت حلقه قصيره حبيت الخص لك فيها اراء من بعض جمهور اتحاد جده مواجهه النادي الاهلي لنادي الاتحاد السعودي في كاس العالم للانديه، وكذلك حقيقه رحيل محمد عبد المنعم عن النادي الاهلي في الانتقالات الشتويه القادمه والاسباب اللي دفعت اللاعب عن الرحيل عن القلعه الحمراء. مع نهايه الفيديو كالعاده ما تنسوش تدعوا لاهلنا في غزه ان ربنا ينصرهم، ما تنسوش تصلوا على النبي، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ما تنساش تعمل فولو، ولو بتتابعنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، وانتظرنا في الفيديو القادم ان شاء الله.